السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم. يلا بينا نعمل كده صينية جلاش سهلة وسريعة كده بسرعة، لاني طبعا احنا اخر رمضان بيبقى كل واحد مشغول بقى وعايز يفضي نفسه للصلاة والتسابيح. فهنعمل كده صينية سهلة وسريعة. نص كيلو جلاش وهنقسمه على اتنين، واللي ما بيعرفش يقسمه هقولك تعملي ايه، تفرجيه وتقصيه من النص اتنين كده، هيتقسم معاكي على طول عشان يبقى النص اللي تحت قد النص اللي فوق. طبعا ده جلاش بلدي مش مغلف، بنجيبه من عند الراجل بتاع الكنافة او بتاع القطايف. طبعا بيبقى حلو جدا، وبالذات لما بيكون طازة كده بيبقى طري كده وفريش. وطبعا ومعانا صينية كده دهنينها سمنة كويس، وهنبتدي نحط نص الجلاش من تحت، ونشوف بقى الحشوة المرة دي هتبقى مختلفة. والحتت المتقطعة دي اوعي ترميها، علشان خاطر هتحطيها في نص كده الصينية، ما بتبانش ولا بتظهر ولا اي حاجة خالص نهائيا. سمي الله وصلي على الحبيب الرسول سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسيش تحطي اللايك بتاعك. وخدي بقى كده معلومة حلوة من اختك، انك بعد كل 3 4 ورقات جلاش حطي كده معلقة السمنة بتاعتك او رشة السمنة بتاعتك. طب ليه بعد كل 3 4 ورقات؟ علشان خاطر السمنة ما تنزلش منك تحت في القاع. لو زودتي سمنة بتنزل منك في قاع الصينية من تحت، وممكن تحرمشهولك او تحروقهولك، وبكده بتبقي برضو بتهدري في السمنة. فانا بحط 3 ورقات 4 ورقات، وزي ما انت شايفة كده بالفرشة بنزل السمنة بتاعتي. تعالي بقى هنا كده نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى وننزل بالحشوة. الحشوة ايه؟ جبنة موتزاريلا وشوية بسطرمة، وكان عندي شوية زيتون كده كمان متقطع نزلت بيهم، وهي دي الحشوة. وتقدري تغيري في الحشوة زي طبعا ما انت حابة. طبعا غيرنا غير المعتاد، غير اللحمة على طول ساعات بنعمل باللحمة، لا هنغير. ممكن تحشي جبن بس مش لازم بسطرمة. بواقي الجبن اللي عندك اللي بتتبقى تحطيها في الفريزر وتطلعيها زي ما انا ما بعمل على طول. بواقي الجبن اللي بتتبقى بنقطعها كده حتت صغيرة، شرايح صغيرة، وبشيلها في كيس وبحطها في الفريزر، وبطلع اعمل بيها اي معجنات، اي جلاش، اي حاجه انت بتحشيها ممكن تحشيها ببواقي الجبن بتاعتك. وحطينا الحشوه بتاعتنا، وهنرجع تاني نحط بعد كل 3 4 ورقات دهنه سمنه خفيفه. وهنا بقى حطيت كده على الوش رشه صغيره قوي كده من السمنه برضو بالفرشه، وهنبتدي نقطع الجلاش بتاعنا علشان لما تيجي تحطي له اللبن يتشرب كويس. وهنا بقى كده تسمي الله وتصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد بضايه، وعليها رشه من الفلفل الاسمر، وكوبايه من اللبن، وابتدي قلبي كل ده كده في قلب بعضه، وانزلي على الجلاش بتاعك. في ناس بتحب تشمع الجلاش الاول في الفرن وبعد كده تطلعه وتحط عليه البضايه واللبن، بس انا بصراحه بحب اعمله بالطريقه دي، ما بشمعش، بحط على طول وبدخل الفرن، وبيطلع معاكي 10 على 10. وهتشوفي الصينيه ان شاء الله اول ما تطلع. بس ما تنسيش برضه تصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شربي الصينية كويس جدا من البيض واللبن على قد ما تقدري، يعني لما تنزليهم ميلي الصينية شمال ويمين لحد ما يتشرب معاكي كويس قوي الجلاش بتاعك. سواء بتعمليه بقى زي ما قلتلك بأي حشوة. بصي بصي كده اهو بالشكل الحلو دوت، ويلا بينا ندخلها الفرن. وهنا بقى الصينية طلعت واللهم بارك حلوة جدا جدا، ولا لازقة ولا أي حاجة خالص، وزي ما انتم شايفين بتتكلم عن نفسها، وطريقتها سهلة وبسيطة، ومش هتاخد في ايدك وقت في المطبخ لو انتي مستعجلة ووراكي حاجات عايزة تعمليها. وأقولك صباحك زي الفل، وأقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.